السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في وصفة جديدة على قناتي وقناتكم عالم دار التلمساني. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم قراشل بلديين بمكونات بسيطة بزاف بزاف، كيجيو خفاف وقطنيين، طريقتهم سهلة وناجحة ب100%. بسم الله غادي نبدا معكم. عندي كيلو ديال الدقيق الأبيض أي الفورس، كاس ديال زيت نباتية، كاس سنيدة، كاس الحليب، نصف كاس ماء الزهر. كذلك غادي نحتاج 5 د المعالق كبار ديال الزنجلان، معلقه كبيره ديال حبه حلاوه، ومعلقه كبيره ديال النافع. غادي نحتاج 2 بيضات و2 معلقات ديال الزبده، وكذلك غادي نحتاج معلقه كبيره من الخميره الفوريه، ومعلقه صغيره من الملح، وكيس من خميرات الحلويات ما يعادل 8 غرام. في كاسرونه غادي ندير كاس الحليب فوق النار يغلي، وغادي ندوز معكم، غادي نستعن بالعجانه اللي غادي نضيف على الدقيق الزنجلان والنافع وحبه حلاوه، وكاس من سنيده ما يعادل 100 غرام. ودائما كنقولوا الحلاوه كتبقى على حسب الذوق ديالكم، يا تزيدوا يا تنقصوا. وغادي نضيف كذلك كيس من الخميرات ديال الحلويات، ومعلقه الخميره غادي نديرها في جنب، والملحه غادي نبعدها في جنب اخر باش ملي كنخلطو كتعجن ما كتنقصليش الجهد ديال الخميره. ومن بعد غادي نخلط هاد النواشف، وغادي نضيف بيضه وابيض بيضه، والاصفر اللي تيبقى لنا به غادي ندهنو القراشل الوقت اللي غادي نجيو ندخلوهم في الفران. يعني كناخذ غير بيضه وابيض بيض، والصفر كنحتفظوا به. هنا بعد ما غلى لي الحليب غادي نضيف عليه 2 معالق ديال الزبده، وغادي نحركو. يعني مهما الحليب سخون بزاف، وفي هذه الحراره اللي دابا حنا في فصل الصيف غادي دوبلي غير في ديك الحراره ديال الحليب. وغادي نضيف كذلك ديك كاس ديال الزيت ونصف كاس ديال ماء الزهر. واللي ما تتبغيش ماء الزهر يمكن لها دير غير كيس من الفاني، دير 2 ديال الاكياس باش تعطي ديك النكهه. من بعد غادي نبدا نخلط هذاك الطحين مع ديك البيض، ونضيف هذيك السوائل، ومن بعد غادي نضيف غير الماء. انا الماء هنا ضفتو يعني غير من روبيني، من كثرة درجة الحرارة اللي عندنا حنا في مدينة فاس. يعني الله يلطف بينا، عندنا واحد الدرجة مفرطة في الحرارة. هنا كنضيف الماء تدريجيا شوية بشوية، يعني حتى كتجمع لي العجينة. وإلا كان الجو بارد بطبيعة الحال خصكم تدفيوه. هنا من بعد ما كتجمع لي العجينة غادي نضيف معلقة ديال الخل. فهاد المعلقه ديال الخل كتخلي لي هاد القراشل يعني مفشفشين، كتساعدهم باش يكونوا رطبين. من بعد كنبدا نضيف الماء قليل بالقليل حتى كتخفف لي العجينه. يعني غير خفوها وما تخافوش منها. ملي كتجمع لي بهذا الشكل غادي ندهن يدي بالزيت، وغادي نجمع هاد العجينه. هانتوما شوفوا القوام ديالها كي كتجي خفيفه خفيفه بزاف. وهذا هو السر ديال القراشل باش تيجيونا رطبين وقطنيين، يعني كتكون خفيفه العجينه. اذا هنا كندهن العجينه وغادي نغطي عليها بابي سولفيغيزي واحد المنيدل ونخليها تختمر. من بعد ما تختمر وتضاعف لي الحجم ديالها، هانتوما كما كتوضح لكم الصوره كترجع يعني تبارك الله كلها يعني متضاعفه، تقول تقريبا على 2. غادي ندهن يدي بالزيت، وغادي نخرج العجين لسطح العمل باش غادي نعجنو ونخرج منه ديك الهواء اللي كيكون في الوسط، يعني بالاستعانه بالزيت اللي كندهن في يدي باش ما كتلصقليش هاد العجينه لانها خفيفه بزاف. من بعد غادي نجيب الصفيحه ديال الفرن اللي كنكون فرشتها بواحد الورق الزبده، يعني وغادي نبدا نشكل العجين كرات، يعني بالحجم اللي بغيتو. انا هنا درتهم صغيورين، يعني كيف ما كتوضح لكم الصوره، يعني صغيورين بحجم كره ديال نقولوا ديال اللي بحال تنديروا الرغايف. وكنكورهم وما نبركش على ديك الكره لان العجينه عندي خفيفه، هما راسهم كينزلوا. من بعد ما كنتهي من العجين كلهم، يعني كتحط لي واحد الكميه لا باس بها. من بعد ما كيختمروا لي كنجيب ديك الصفر ديال البيضه اللي احتفظت به، درت فيه واحد القطره ديال الخل باش ما كتبقاليش الزفره في البيض. وكندهن الوجه ديال القراشل كلهم. جزء واحد غادي نزينو بالزنجلان، والجزء الثاني غادي نزينو برقائق كاوكاو. يمكن لكم تزينوا حتى برقائق اللوز،
يعني انا كندير غير اللي واجد عندي. وتزيين دائما كيف ما كنقول لكم راه كيبقى على حسب الرغبه ديالكم. كاين اللي كيزينوا حتى بالبافو اي الخشخاش. نتوما وشنو بغيتو تديروا في التزيين. من بعد غادي نتقبهم هاد العود ديال الشواء غير مع الجناب، وكندخلهم الفران على درجات الحراره 180 العافيه من الفوق ومن التحت. وهنا من بعد ما كيوجدوا لي كيجيو بهذا الشكل وكيجيو قطنيين كيف ما قلت لكم. هانتوما كيف ما كتوضح لكم الصوره تيجيو خفافين ورطب. والمذاق يا سلام ما غاديش نقول لكم عليه. يعني ديك ما بين النافع والزنجلان وماء الزهر الريحه ديالهم ما شاء الله غزاله، ولا المذاق رائع كما كتوضح لكم الصوره. هانتوما تيجيو رطب وخفاف. وهنا غادي نكون وصلت معكم لنهايه الفيديو. كنشكركم اللي تبعتوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخر، وما تبخلوش عليا بتشجيعاتكم ولايكاتكم وتبارطاجيوه مع الاهل والاصدقاء ديالكم. خليت لكم الراحه وحتى الفيديو قادم ان شاء الله. مع السلامه.